جوز كيلو كاوكاو ونص كنا حمصناه في الفور وعملناه. شوفوا كيف حمصناه، ما حمصناش برشا. هنا عندنا رطلتين تاع اللوز، حتى هو حمصناه هكا شويه في الفور وجبدناه. هنا عندنا حوالي 100 جرام تاع جلجلانيه. انا حبيت نضيف لها الجلجلانيه، اللي حب ما يضيفش لها جلجلانيه ما يضيفش، وزاده اللي ما يحبش يضيف لها اللوز يعمل لها يكمل 3 كيلو كاوكاو اكاها. اما كي تحب تضيف مثلا تعمل ديما تنقص. المهم نص بلا تاع بوميترا يسحق 3 كيلو كاوكاو. والجلجلانية كي تحب تضيفها هذيك اختيارية. دركا راح نبدا نرحي الكاوكاو تاعنا واللوز في الشوار هذا. سوا عملت الفرينة تاعي اللي مش نعمل العجينة. اني عملت 5 كيلات تاع فرينة بهذه الصحفة، 5 كيلات وكيلة سمن، هو اللي هي السمن تاع المدينة اللي هو هذا شتي. والفرينة من الأحسن تستعمل الفرينة هذه، فرينة سفينة روعة هايلة على الآخر للجاتورة. أنا مش نعمل نص بلا اللي هو نص بلا بوميترا، استعملت 5 كيلة فرينة وكيلة سمن. دركا راح نخلط مع بعضها. كيما شفتوا توا العجينة تاعنا بعد ما عملنا 5 كيلات فرينة وعملنا كيلة سمن. دركا راح نبدأ نحط الفرينة مع الزبدة مليح بين ايدينا، مش على هذيك تدخل فيها لافاغس تاعها وما تقطعناش في الماكينة. بعد نلم العجينة تاعنا نعمل كيلة مزهر وكيلة تاع ماء ومعها مغرفة ملح، ونلم بيها العجينة تاعنا ونعجنها، ما تكونش طرية برشا، تكون عجينة نورمال. هنا دهنا البلاتو تاعنا بالسمن دركا وحكمنا العجينة تاعنا. بعد ما طريناها حفتحش كيما شفتوا كيفاه جت هوني، ماهيش طرية ماهيش يابسة. حليناها بالحلال وحليناها في الماكينة على رقم 6. وبعد ما فتحناها في رقم 6 في الماكينة عملنا مرتين عجناها بها، تحصلنا على العجينة كيما هكا. دركا راح نبدا نحلها في رقم 1 في الماكينة كيما شفتوا. ها هي كيما شفتوها كيف فتحناها في رقم 1، مش ولينا العجينة تاعنا ورقة. توا عملنا الطبقة الأولى تاعنا هذه وغاديين ندهنوا فيها بالسمن كما تشوفوا. القلاوة تاعنا حضرت، درنا لها 5 طبقات. الطبقة الخامسة كي عملنا الطبقة الخامسة عاودنا درنا لها زبدة. دركا هذيك الكاوكاو تاعنا اللي رحيناه واللوز كما تشوفوا والجلجلانية راح نضيف له حوالي هو عندنا كيلو سكر، نديرو رطل تاع سكر ومعاها الكو تاع اللوز وزيدا بالمزهر، ونزيد نعملو له واحدة فاني. هذا اللوز المر ما نكثروش منه برشا على خاطر يجينا يعطي جو مرارة. نديرو حابر مغرفة قهوة اكاهو، ومعيه مغرفة كبيرة تاع قرفة وواحدة فاني. توا كيما شفتوا عملنا رشة تاع ملح وعملنا مغرفة تاع قرفة هي، وعملنا مغرفة تاع ماكلة تاع زيت اللوز، وعملنا واحدة فاني تاع فانواز ورطل سكر. دركا نبدا نخلط مع بعضهم ونزيد نضيف لهم المزهر تاعنا بشويه بشويه.
ما نعملوش مشمخ ياسر، نعملو مبثبث هكا هو. توا بعد ما شمخناه بالمزهر كيما شفتوا، وضفنا له مغرفه تاع سمن. نحب يكون كيما هكا مبثبث. كيما قلت لازم نستعمل 3 كيلو للبلان تاع نص متر. نحنا هنا عملنا 2 كيلو ونص كاوكاو ورطل لوز و100 غرام جلجلانية. هذه اختيارية الجلجلانية، انا حبيت الكو تاعها اللي كنت حمصتها زيادة في الفور وضفتها لدوما. بعد ما رحيت المكون تاعي كامل عملت الكول لوز المر مغرفة صغيرة، واحدة فاني فينواز ومغرفة تاع ماكلة قرفة ومغرفة صغيرة تاع ملح ومغرفة زبدة ولميتها بالمزهر. وكيما تشوفوا دركا راح نحط فوق عجينة البقلاوة تاعنا بعد ما عملت 5 طبقات. هوني بعد ما عملنا الحشو تاعنا في كيما شفتوا الحشو تاعنا درناه هنا في البلاطو. دركا راح نبدو نخدمو الطبقة تاعنا في العجينة. كيما شفتوا توا كملنا الطبقة تاعنا، عملنا 5 من تحت وبعد عملنا الحشو وعملنا 4 من فوق. وديما نمشوا بطبقة هكا وطبقة هكا كيما توا عملناه على الطول، ومن قبلها كنا عاملين على العرض. يعني من فوق عملنا 4 طبقات، ولازم من فوق تكون هكا مريقلة، ما تكونش فيها يعني نعمل نص هكا ونخدم، لا لازم نعملوها على طول قد كيما شفتوا. توا راح نقصها كيما تحب تقصها مثلثات ولا مربعات، وبعد نعمل لها الزبدة. ديما نقصها قبل ما ندهنها بالزبدة. هاي البقلاوة تاعنا حضرت بعد ما قسيتها وشقت فيها حبيت الجوز ودهنتها بالزبدة وجدت ما شاء الله عليها. دركا راح نطيب البقلاوة تاعنا بعد ما كنت طيبت العسل تاعنا. هذه البقلاوة تاعنا حضرت هاي شوفوا فيها مرقة، شوفوا كيف هيك ما راحوا. كانت هايلة على الاخر.